كل الدنيا بتسأل عن اجتماع الفيدرالي اللي جاي. الكلام اللي هقوله كمان كام دقيقة هو اللي هيحدد مصير جيوبكم في الفترة الجاية. اهلا بيكم. النهارده مواجهه مع الراجل اللي بكلمه منه بيقلب العالم وحال جيوبنا والناس مرعوبه من يوم 29 ابريل اجتماع الفيدرالي الامريكي. أهلا يا جمال. الأسواق دايما بتخاف من الحقيقة، وأنا مهمتي أحمي الاقتصاد الأمريكي مش أحلام المستثمرين. انت في 18 مارس عملت مجزره، الذهب وقع $900 بسبب تصريحك ان مفيش خفض فايده، وكمان الفضه والاسهم الامريكيه خسرت في اسبوع واحد $1 تريليون. كان لازم أكلم يا جمال عن احتمالية رفع الفايدة في حالة استمرار الحرب وزيادة التضخم عشان نعرف نواجه ارتفاع الأسعار، وكمان الدولار الأمريكي الوحيد اللي استفاد من تصريحاتي. طيب والاجتماع الجاي كل المؤشرات بتقول انكم هتثبتوا الفايده بنسبه 99%. ايه الجديد اللي شايله بكره؟ فعلا هنثبت الفايده بنسبه كبيره، لكن المهم هي نبره كلامي في المؤتمر الصحفي، هي دي اللي هتحرك الذهب والدولار وهتبين بنفكر ازاي الفتره الجايه وهل فعلا التضخم بيزيد ولا لا. طيب انا محتاج افهم، يوم الاربعاء هنفترض كانت نبرتك محبطه وقفلت باب خفض الفايده خالص، الذهب هيروح فين؟ لو كلامي كان واضح ان التضخم بيزيد بسبب الحرب، الذهب ممكن يوصل ل $4300 في خلال الشهر القادم، وهيكون في قوه للدولار لان هيكون في احتماليه اكبر لرفع الفايده. ومفيش اي سيناريو تفاؤلي، يعني الذهب ملوش امل يصعد تاني ويطلع $5000. واذا قلت امتصينا صدمه الحرب وديت اشاره بسيطه لخفض الفايده في 2026، الذهب ممكن يزور $5000 خلال الشهر القادم. طيب بالنسبه لاسعار النفط، وهل فعلا ممكن يحصل في العالم ركود تضخمي ليحذر منه صندوق النقد الدولي؟ بالنسبه لاسعار النفط، اسعارها مرتبطه بالحرب، هترتفع بقوه في حاله استمرار الحرب، والركود التضخمي هيكون على الابواب اذا استمرت الحرب لفتره طويله. كنا عايزينك تنصح الشعب المصري الفتره القادمه. في مصر عيار 24 لو نزل لمستويات 8000 جنيه او اقل، دي فرصه للشراء بجزء من الفلوس. ما تشتريش بكل كاشك، وزع مشترياتك عشان تحمي نفسك، وخلي معاك سيوله في صناديق نقديه تجيب عائد شهري عشان لو ظهرت فرصه مفاجاه تكون جاهز تنقض عليها. استعدوا اليوم الاربعاء وعليكم تحموا مدخراتكم. بالتوفيق.